أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الصوت الداخلي، واللي هنتكلم فيها النهاردة زي ما اتفقت معاكم المرة اللي فاتت عن ازاي نغذي الصوت الحقيقي. في أصوات جوانا، صوت بيعلى، صوت بيوطى، بس دايما في وسط كل ده في صوت أصلي جدا، صوت حقيقي جدا. ساعات بيكون الصوت ضعيف بس مش لأنه غلط، لكن لأنه مش واخد المساحة الكافية اللي يتسمع فيها. في الحلقة دي هنتكلم عن ازاي نخلي صوتنا الحقيقي ياخد حقه ويتغذى لحد ما يبقى هو الصوت اللي بيسوقنا، مش اللي مستخبي ورا الدوش. وبنأكد هنا على ان الصوت الحقيقي ده موجود جوانا كلنا. الصوت الحقيقي ده مش لسه هيتكون، هو متكون موجود جوانا كلنا من زمان. كل الحكاية بس ان ممكن يكون الارسال بتاعه ضعيف شوية. فاحنا كل اللي هنعمله النهاردة ان احنا هنحاول نغذي الارسال ده علشان يبقى الصوت ده واضح ومسموع بالنسبة لنا وقادرين نمشي وراه. طيب هنعمل كده ليه؟ علشان زي ما قلنا في اول حلقة ان الصوت الحقيقي ده هو البوصلة بتاعتنا. لما بنبعد عن البوصلة بنحس بإيه؟ بتوهان وضياع وتوتر. فاحنا محتاجين نصلح البوصلة بتاعتنا علشان نمشي صح، علشان نبقى ما نحسش ان احنا منفصلين عن ذاتنا وان حاجة جوانا بتقول لنا حاجة واحنا من بره عايزين نعمل حاجة. لا. طيب هنغذي الصوت الحقيقي ده ازاي؟ اول حاجة الهدوء. اديله مساحة من الهدوء. المساحة دي ممكن تديها له وانت بتتمشى لوحدك، مش لازم ساعتها تسمع مزيكا، اسمع صوت نفسك. ممكن تديها له ب5 دقايق قبل النوم، ممكن تديها له وانت بتشرب قهوتك من غير ما تلعب في الموبايل. مهم هنا ان احنا نوضح ان في فرق بين الصوت الحقيقي وصوت الخوف. صوت الخوف هتلاقيه دايما عالي، دايما مستعجل، دايما بيضغطك. الجمل بتاعته هتلاقيها دايما الحقي، خافي، كفايه كده، انت مش قدها. لكن الصوت الحقيقي هتلاقيه هادي ورايق وثابت، دايما الجمل بتاعته فيها صدق من غير قسوه. هيقولك خلي بالك ده مش ليكي، اهدي شويه، انت محتاجه ترتاحي. أهم نقطة هنا إن الصوت الحقيقي عمره ما بيقلل منك، هو بيكشف لك أنت محتاجة إيه. يعني هو مش بيقولك انت ما تستاهليش ده، لا، هو بيقولك خلي بالك ده مش ليكي، مش انك ما تستاهلهوش، لا، ان هو مش مناسب ليكي، لكن انت تستاهل. يبقى الصوت الحقيقي بيتغذى اول حاجه على المساحه والهدوء. تاني حاجه بيتغذى على الحقيقه. الصوت حقيقي بيتغذى على الحقيقه ازاي يعني الصوت الحقيقي بيكبر لما بتسندي عليه، مش لما بتهربي منه. لما تقولي لنفسك مثلا انا تعبت النهارده وهرتاح، انا غلطت وهصلح، انا استحق ان حد يحترمني. الجمل البسيطه دي بتقوي الصوت الحقيقي. فمش مطلوب منك هنا ابدا ان انت تمثلي على نفسك ولا ان انت تنكري مشاعرك. اي حاجه انت حاسه بيها اعترفي بيها، اعترفي بيها، عشان ده اللي هيدعم الصوت الحقيقي. لما تحسي ان انت ضعيفه اعترفي بضعفك، ما تدفنيهوش، وانت هنا بتعترفي لذاتك مش بتعترفي لحد. المساحه والهدوء والحقيقه ان انا ابقى صريحه مع نفسي. لما احس حاجه اقول انا حاسه ان انا محتاجه كذا، انا حاسه ان انا محتاجه ارتاح، انا مش هنكر احتياجي لوجود حد معايا، بس الحد اللي يحترمني ويقدرني. تمام. طيب الحاجة الثالثة وهي الاختيارات الصغيرة اليومية. الصوت الحقيقي مش بيطلب منك تغييرات كبيرة، الصوت الحقيقي ده بيكبر باختياراتك الصغيرة بس المستمرة اللي على مدار حياتك. يعني النهاردة أنا في حاجة مش شبهي، هقول لها لأ. بكرة أنا قاعدة مع ناس وجودها مش خفيف ومش مريح بالنسبة لي، هقول لهم لأ ومش هقعد معاهم، وهكذا. كل يوم اختياراتك بتحدد الصوت ده هيكبر ولا لأ. إنك تمشي خطوة واحدة بس في اتجاه يناسبك وما ترجعيش لحاجة كسرتك حتى لو حنيتي ليها. كل مرة بتعملي ده انت بتقوي الصوت الحقيقي اللي جواكي، وصوت الخوف بيبدأ يهدى. رابع حاجة معانا الناس اللي بتغذي صوتك. الصوت الحقيقي محتاج مراية، بس مش أي مراية. لازم الشخص اللي هتختاري ان هو يكون مرايتك أيا كان صفته، أختك، مامتك، أخوكي، باباكي، شريك، صديقة، أيا كان، المهم ان الشخص ده هو كمان يكون حقيقي. الشخص ده يكون بيسمعك بصدق، تعرفي تكوني قدامه نفسك من غير أي زينة، من غير أي تزويق. والتزويق هنا أو الزينة مش مقصود بيها أي حاجة كلبس أو ميك اب أو كلام من ده. المقصود بيها إنك ما تبقيش محتاجة تبروزي الكلام، ما تبقيش محتاجة تتجملي بالكلام علشان ما تتفهميش غلط. لازم يكون الشخص ده مش بيصغر من مشاعرك ولا بيقلل منها، هو مستعد إن هو يتقبل كل اللي انت هتقوليه سواء صح أو غلط، عشان هو مش عايز يحكم عليكي، هو بس عايز يساعدك. تمام. زي بالظبط ما بنقول إن صوتك الحقيقي مش هيحكم عليكي، صوتك الحقيقي هيقولك خلي بالك ده مش ليكي، اهدي شويه، انت محتاجه ترتاحي. نفس الفكره في الشخص اللي هيكون مرايتك. لازم الشخص ده كمان يشوفك زي ما انت، مش الشخص اللي هو عايزه، ما يحاولش يحطك في اطار مش انت. وده اللي الصوت الحقيقي بيعمله، ان هو هيحطك في الاطار اللي هو بتاعك انت، اللي هو شبهك انت، اللي هي البوصله بتاعتك، اتجاهاتك،
الحاجات اللي بتريحك، الحاجات اللي انت عايزاها. وبكده نكون خلصنا. عايزين بس نأكد ان الصوت الحقيقي مش محتاج ان احنا نخلقه، هو محتاج ان احنا بس نسمح له يطلع، محتاج ان احنا نغذيه بالحقيقة والهدوء واختياراتنا الصغيرة اللي بنعملها من مكان صادق على مدار اليوم. ولما الصوت ده يقوى كل حاجة في حياتنا بتوضح وبنرجع لنفسنا للمكان اللي عمره ما هيخوننا. اتمنى ان الحلقة تكون فادتكم وتشاركوها مع اصحابكم وتدعموني لو حابين ان احنا نكمل السلسلة دي